بركة بسم الله. نبدأ الفيديو بالدعاء والشفاء للكابتن إيهاب جلال، وربنا يشفيه ويشفي كل مرضانا يا رب ويرحم موتانا. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحلقة النهاردة عن المنتخب ولعبت الأهلي. لعبت الأهلي كده من أول لما عرفنا كورة. أول تجمع أو أي تجمع للمنتخب لازم يكون فيه لعيب من الأهلي يتصاب، وآخرهم كان إمام عاشور، عشان قاعدين يقولوا ده الأهلي عامل ومسوي والعين الحلوة شغالة في كل مكان. هذا أيمن، يوسف أيمن اتصاب في الميران، وإمام عاشور. أدي إيه؟ 2 على وش الصبح. عشان خاطر إيه بقى؟ إحنا كنا بنتمنى إن حسام حسن من زمان. حسام حسن ده يمسك المنتخب ويعمل، بس العصبية جايين يوم مخلصين الدوري وبيريحوا اللعيبة بقالهم 11 شهر، ولعبوا 30 ماتش في 3 أشهر. 30 ماتش في 3 أشهر. يطلعوا يقول لك ايه ده بيتأجل للأهلي ومش بيتأجل للأهلي. كان كل الفرق بتبقى مستريحة وقاعدة، والأهلي ده مطحون. وبيراميدز ده كان فارق عن الأهلي 20 نقطة. يقول لك بقى شوف بقى الأهلي يقدر يكسب، شوف الضغوط اللي بتحصل على اللعيبة دي. لعيبة يعني الواحد مش عارف ايه، وملحقوش يفرحوا لما راحوا مثلا يستريحوا 15 يوم. حسام حسن بقى ايه يعمل زي الجوهري الله يرحمه. جوهري كان فيه براح زمان، ما كانش فيه بطولات افريقيه ولا سوبر افريقي ولا الكلام دوت، ولا كاس عالم الانديه. فلازم يا حسام تخلي بالك من القصه دي. كريم حسن شحاته كنا ده محايد وكويس، واول واحد فتح القناه بتاعت الزمالك وبتاع مش عارف ايه، ومرضيش يقبل باللي بيحصل في القناه ومشي. وكنا بنحترمه وبنشكره، بس برضه ضغط على الاهلي، والاهلي السبب في الايه، في اللي بيحصل في الدوري، وسبب طول الدوري. يا عم كريم، ما شفتش؟ ما تقعدش تحسب لما الاهلي كان بيلعب كل 3 ايام ماتش، وانتوا مستغربين ازاي بيكسب الفرقه دي، وكنت انت اول واحد مراهن ان بيراميدز هياخد الدوري. نرجع لمرجوعنا. عشان حسام حسن ايه يعني يهدي نفسه شويه، احنا بنحبه وابني متسمى على اسمه، فيهدى شويه الكابتن حسام. خدت بالك؟ ويبقى عارف الظروف اللي فيها الاهلي دلوقتي. جابوا لك اللعيبه، عايز اللعيبه من يوم 25. يا عم بقول لك كان ايام الجوهر الله يرحمه كان في فضا. فلازم تتماشى مع الجو اللي حاضر دلوقتي. لا لا، هيلعب الماتشين بتوع اللعيبه، يلعبوا الماتشين بتوع المنتخب. هيجوا الماتشين المنتخب يعملوا ايه؟ هيلعبوا مع جرماها يكين رايح جاي. بعد جرماها يكين خلاص بقى المطحنه هتشتغل. هيلعبوا الزمالك في السوبر. الزمالك ده جايب لعيبه، وجاب اللعيبه عماله بتسقط اهي. لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم. اللعيبه عماله بتسقط، وربنا يستر في اللي جاي. فاحنا بقى ايه؟ كل تجمع للمنتخب ادي امام عاشور، قبل منه كان اكرم توفيق رباط صليبي، وقبل منه كان عمرو السوليه، وقبل منه رامي ربيعه، وقبل منه كل تجمع للمنتخب لازم يتصفي لعيب. واصابات بقى ايه ما يعلم بها ربنا. فانا بقول عايزين نهدى شويه، وايه، واللي يعني نخلي بالنا من القصص اللي ايه التجمع بقى، ولازم يقعد مع اللعيبه. ما انتوا قاعدين فاضيين، لكن اللعيبه ديت قاعده شغاله. انتوا قاعدين بتستنوا التجمع المنتخب، عايزين تجمعوا قبل منها بشهرين 3 عشان انتوا قاعدين. انتوا اكتر ناس بحبكم، واكتر ناس قلبكم طيب، واكتر ناس محترمه. عايزين كده ايه، نهدى شويه على لعيبه الاهلي، وربنا يوفقكم. الى اللقاء.